خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام. 5 صوابع في جسم واحد مختلفين عن بعض بالظبط، زيهم زي البشر. ودي حاجة كلنا متفقين عليها ان احنا مش شبه بعض، ولا في الطباع ولا في التفكير ولا في الشكل. بس السؤال هنا ليه مترسخ في اغلب تفكير الناس ان العرب بيكرهوا بعض؟ سؤال بسيط بس اجابته كبيرة. بسم الله نبدأ. انا مالك يوسف وانت هنا في قناتك عقل واعي. الجزء الأول من الإجابة على السؤال ده وهو متعلق بالهوية. يعني لو أنت مصري هتقول إن أجدادك فراعنة، ولو أنت مغربي هتقول إن أجدادك أمازيغ. ده تصورك الضيق عن هويتك، ولكن ده للأسف مش كويس. بص يا صاحبي، كل ما بقى عندك إخوات كتير كل ما بقى عندك بدل السند 1 و2 و3 و10. والإسلام حللك النقطة دي. مش مهم انت اصلك ايه، لونك ابيض اسود امازيغي فرعوني بتنجاني، ده كله مش فارق. اللي هيفرق ان انت مسلم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. زيك زي اي حد على الكوكب، انت مش مختلف عنه علشان لما تشوف بلدك تحتقره وتبصله بصة مش كويسة. فلازم توسع مفهومك عن هويتك. الشق التاني من الاجابة على السؤال ده له علاقة باللي قبله، انك لازم تعدل تفكيرك ان المصري والسعودي واللبناني وغيره اخوات في الاسلام. يعني تمشي في اي دولة من الدول دي تلاقي ليك اخ يسندك. فمهما احنا كنا في تنافسية وفي عداوة وفي مواقف وحشة كتير بتحصل ما بيننا، اللي بيأذرك برضو اللي بيشد عضدك ده بيبقى واحد عربي. كمان لازم تعرف ان الاعلام له تأثير كبير. لو بيكره دولة معينة هتلاقي بيشحن اي حد بيسمع له بالكره ناحية الدولة دي، ولكن للأسف بسبب قلة وعي كتير من الناس بقوا يصدقوا الكلام ده. ممكن نقول انه الاعلام حاليا مركز بخصوص موضوع المغرب والجزائر. بيقولوا انه الشعب الجزائري بيكره الشعب المغربي وبيننا عداوة وبيننا مشاكل وبنسب بعض وبنقول كلام وحش عن بعض. بس كتجربتي الشخصية، انا قبل ما اسافر لروسيا، قبل ما اجي لهنا، كنت قبل في اوكرانيا، كنت بدرس هناك، بس بسبب الظروف والحرب اضطريت اني اجي على روسيا عشان اكمل دراستي. والتقيت في اوكرانيا بشباب جزائريين وبنات جزائريات، وكانوا بيتعاملوا معايا معاملة حلوة جدا عكس اللي بنشوفه في الصحافة حاليا. ولو جيت تتكلم مع حد من اللي بيسمعوا للإعلام دول وتقول له إيه رأيك في الدولة كذا، هتلاقيه بيقول لك ويكرر نفس الكلام اللي الإعلام بيقوله. طيب يا عم أنت شفت كده بنفسك؟ قابلت حد من الدولة دول وشافك وشتمك؟ لا. طيب على أساس إيه أنت قلت كده؟ أصل سمعت ومصدق اللي سمعته؟ ما جربتش تسأل نفسك هم ليه بيقولوا كده؟ خلينا أديك مثال. أمريكا لما جت تدخل أفغانستان، شوف كم فيلم طلع يشوه في صورة الأفغان. هتلاقيهم بيقولوا لك إنهم ناس متخلفة بيكرهوا بعض وغيرها من العك الكتير. طيب ليه ده كله؟ عارف ليه؟ عشان يشحنوا شعوبهم بالكره ناحية الأفغان، عشان لو عدى عليهم في مرة في الأخبار إن الأمريكان أبادوا قرية بحالها، قتلوا رجالها وأطفالها واغتصبوا نسائها، يقولوا في نفسهم ما هم اللي ناس مش كويسة، ويبدأوا يطلعوا تبريرات عبيطة للي كان بيحصل. وده كله بسبب الإعلام. في النهاية يا صاحبي انت اكيد عارف ان الناس كلها مش زي بعض، في اختلاف ثقافات وطباع وتربية. وكون انك في مرة صادفت انسان من جنسية معينة مش كويس، مش معنى كده ان كلهم نفس النظام. سيبك بقى من حتة السيئة بتعم يا حبيبي، الكلام ده كله مش موجود. ومن سوء الاخلاق ان حد يعمل كده. يعني مثلا لو انت اتعاملت مع واحد مش كويس من دولة معينة، فاعمل حسابك انك اتعاملت مع واحد من ملايين من الناس، فما ينفعش تعمم، فما تكررهاش ولا تعمل بيها. انت لما تتعامل مع حد مختلف عنك مش مطلوب منك غير انك تتقبله باختلافه وتعامله باخلاق الاسلام، تغفر له 70 زلة وترمي عليه السلام. فلازم تبدأ بنفسك وتعمل كده. فانت لما تبدأ بنفسك وغيرك يبدأ بنفسه، هتلاقي المجتمع بقى كله ترابط واخوة، وده المطلوب. فخليك دايما عايش باخلاق الاسلام. سلام.